ازاي تبني الاستراتيجيه بتاعتك في التداول في البورصه؟ هو يعني ايه استراتيجيه اصلا؟ يعني ايه ان انا اعمل استراتيجيه اصلا في البورصه؟ وايه اللي هستفاده لما اعمل استراتيجيه في التداول بتاعي في البورصه؟ واحده واحده وعلى الهادي على المصطباوي خالص هفهمك القصه. اصدقائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من الدروس العمليه، الدروس اللي بتبقى تقيله، اللي ناس كتير بتقول لي الكلام العملي تقيل. انا بحاول يا جماعه اقسم بالله ان انا اوضح لكم الدنيا ابسط ما يكون. ده انتوا في ناس لو سمعتوها زي ما انا سمعت اول ما دخلت انا اتقفلت، في ناس بتشرح لك بمنتهى التعقيد اللي في الدنيا. فمعلش هنبسط الدنيا شويه وهنحاول ان احنا نخلي الكلام مصطباوي زي ما انا متعود بقول معاك، وهحاول يعني الحلقه ما تبقاش طويله او ما يبقاش فيها الفاظ معقده، وتحاول انت كمان معايا ان انت الحته اللي ما فهمتهاش ارجع لها تاني، اتفرجت على الحلقه مره ارجع اتفرج عليها تاني، اتفرج عليها تاني لغايه لما تستوعب. ما تتعبش نفسك، ما تتخليش الموضوع يتقفل في دماغك. الموضوع لذيذ، الموضوع حلو، الموضوع فيه فلوس، بس انت محتاج ان انت تتدرب وتتعلم وتكون صابر كده شويه. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا بسرعه كده نتكلم عن ايه هي الاستراتيجيه واعملها ازاي وهستفاد منها ايه. ايه هي الاستراتيجيه؟ الاستراتيجيه اللي هو الخطه اللي انت تشتغل بيها في التداول بتاعك. طب الخطه دي بتبقى ايه جواها؟ زي ما انت مثلا لما بتيجي تفتح مشروع، او لو بتعمل خطه مشروع تخرج ولا خطه ماجستير، ايا كانت ايه نوع الخطه، مش بتحط اهداف، مش بتحط مواقيت، مش بتحط بشويه بيانات وشويه حاجات كده مثلا، او نقاط معينه، مخارج مثلا لو حصل حاجه لازم نعمل كذا، او طوارئ او غيره. مش دي الخطه. بتعمل اهداف، بتعمل محطات، هكذا. الاستراتيجيه هي الخطه اللي انت هتمشي عليها في التداول. كل واحد بقى بيعمل خطته على حسب رؤيته الشخصيه لنفسه. يعني ايه حسب رؤيته الشخصيه لنفسه؟ بمعنى ان في ناس، معلش يعني انا اسف، في ناس ما بتعرفش تتحكم في نفسها، ما بيعرفش ان هو يصبر، ما بيعرفش ان هو يمسك اعصابه وما يبيعش مثلا بخساره. في ناس كده، في ناس يعني المفروض ان هو بيبني خطته اللي هو اخطف واجري. ما هو بالعقل، ما هو انا لو مش قادر اتحكم في اعصابي ومش قادر امسك قلبي بقى وشايف الحاجه بتخسر قدامي وبيبيع بسرعه، يبقى انت شخص يعني بتميل لناحيه المضاربه اكتر من الاستثمار. فانت بتبني خطتك على هذا الشأن. طب انا لو هبني خطتي على هذا الشأن ان انا هضرب واجري، يبقى انت محتاج تتابع او تشوف محللين فنيين ومحللين ماليين يقولوا لك والله السهم ده فجأة هيضرب مثلا المستهدف بتاعه بكره، فانت بتروح داخل مثلا بكميه بمبلغ يعني مثلا 10000 جنيه مثلا، وبتستنى ان هو يوم يومين ثلاثه اسبوع شهر بالكتير قوي هوب ضرب جاب 12000 جنيه، فانت بتروح بايع وطالع. فده بتبقى الخطه والاستراتيجيه بتاعه الشخص المضارب. وزي ما اتفقت معاك انا مش بتاع مضاربه، انا بتاع استثمار طويل. طبعا الاستثمار الطويل بيبقى فيه جزء بسيط من المضاربه، احيانا بتجيلك فرص كده قدامك بتخطفها وتجري، لكن مش بشكل ثابت ان احنا بنفضل نضارب في البورصه. طيب انا بقى لو هستثمر استثمار طويل، انا يا عم معتز انا متابع معاك اهو بقالي 6 7 8 حلقات وعايز استثمر استثمار طويل، واخد كل النصايح العشر اللي انت قلتها لي في الحلقات اللي فاتت وتمام ومظبط نفسي، فقول لي اعمل ايه بالظبط. هقول لك يا سيدي، من احد حاجات اللي اتعلمتها مؤخرا خلال 2024، ودي النصيحة ال11 اللي هقولها لك تكتبها في الكشكول اللي احنا اتفقنا عليه او على التليفون او النوتس اللي انت بتكتب عليها النصايح اللي انا بقولها لك. ما تطمعش، ده الاساس بتاع الاستراتيجية الجديدة اللي اعتمدتها لنفسي قبل ما اقولها لك في 2024. هتقول لي ازاي يا معتز ما اطمعش؟ ما انت قلت لي اصبر وقلت لي ما تستعجلش. الطمع كده يعني انت بتقول لي كفعل، يعني الموضوع مختلف شوية او مناقض. لا مش فاهمني. انا مثلا في سهم من الاسهم انا دخلت فيه، فجأة لقيت السهم ده حقق معايا ربحيه 200% مثلا 200% حقق ربح. كنت داخل مثلا ب 1000 جنيه بقوا دلوقتي 3000 جنيه مثلا. يعني الطمع بيخليك تبقى اسف يعني تبقى بلند، تبقى اعمى، فبتروح تقول لا ده 200% ولسه طالع، لا ده انا هستنى لما يوصل 300%، هوب تلاقي السهم نزل بيك بعد كده لفكره ال 100%. فانت ما تطولش قوي في صبرك في البيع، وبرضه ما تقللش قوي في استعجالك. يعني ما خليك حاجه في النص، لكن ما تبالغش. ان انت تبالغ بقى في ان انت تستنى السهم يطلع وتقول المعتز قال لي اصبر وبتاع، لا، في وقت معين بتوصله بتجيب الفلوس، او بتجيب 200% مثلا او 150% او 100% ايا كان، بتشوف ان كده خلاص تمام، لا اطلع. هحكي لك تجربه بسيطه جدا شخصيه. انا كنت داخل في سهم من الاسهم، انا كنت شاريه ب 27 قرش. اول ما نزل السهم ده كان 27 قرش، وما كانش حد بيسال عليه ولا اي حاجه. المهم السهم ده فضل يعلى، وكل ما بيعلى كل ما بشتري فيه، لغايه
لما بقى معايا 650 سهم قيمه السهم وصلت معايا لنص جنيه، لان طبعا احنا قلنا بنعمل متوسطات، انا ما كنتش بعمل، بس انت طبيعي ان لما انت بتشتري ب 27 قرش بعد كده بتشتري ب 30 بعد كده بتشتري ب 35 بعد كده بتشتري ب 40، الابلكيشن او البورصه بتعمل لك المتوسط بتاعك كل اللي انت شاريه ده الرخيص والغالي. فانا لقيت السهم بعد النص جنيه ده جاب 100%، ففضلت قاعد عادي جدا ولا اتحركت، بعت بس 100 سهم كده، قلت ايه حلوين ايه افك في شويه فلوس وخلاص. هوب السهم بقى 150%، لا جميل، رحت بايع 150 سهم كمان، قلت لا تمام كده انا مش هبيع تاني، ادي 250 من 450 فاضل لي ايه، فاضل لي 400 سهم خليني بيهم. السهم وصل 200%، قلت لا 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 ده جميل بقى ده جميل بقى، رحت بايع برده 150 سهم وقلت حلو قوي كده عليا النعمه ما انا بايع تاني. في اللحظه دي انا طمعت، في اللحظه دي انا فعلا طمعت، لان السهم بعد كده وصل 300%. السهم اللي انا بقى قيمته معايا بنص جنيه وصل السهم ل 2 جنيه وربع، ولما وصل ل 2 جنيه وربع انا فضلت قاعد ما بعتش ال 250 سهم اللي كانوا معايا، رغم ان الصح ان انا كنت ابيع. ليه؟ لان انا بنيت في دماغي ان السهم هيفضل يطلع، السهم هيفضل يطلع، السهم هيفضل يطلع، اذا كان طلع من 100% ل 150% ل 200% ل 250% ل 300%، لا ده هيكمل بقى يوصل 400% بقى ويوصل 500%، كنت فاكر كده. لكن انا تغفلت شيء معين وشيء صغير جدا، ان ممكن السهم ده او اوريدي هو السهم ده دخل تصحيح، لان السهم كانت عمليه الطلوع بتاعته او عمليه الزياده بتاعته في الاتجاه الصاعد كانت عمليه غريبه، عمليه غير منطقيه، زي ما شرحتها لك قبل كده ان في اتجاه مبهم، في اتجاه مش مفهوم. يعني ايه السهم ابقى قافل النهارده كسبان 100%، افتح تاني يوم على اول الجلسه الاقيه 150%؟ فهنا في اللحظه دي انا طمعت، قلت لا انا مش هبيع ال 250 سهم بتوعي، هفضل يا باشا قاعد زي ما انا. ايه اللي حصل بقى؟ نزل من 300% مكسب بالنسبه لي نزل ل 150%، وده كان اهم درس انا اتعلمته في 2024 وخلاني اغير الاستراتيجي بتاعتي كلها وارجع للاستراتيجي اللي انا بقول لك عليها دلوقتي، اللي اساسها ان انت ما تطمعش. وصلت لربح انت شايف او حاسس او متيقن ان هو ده ربح كويس جدا وان انت مش هتعرف تحقق اعلى من كده او خلاص، ما تطمعش بقى في الزياده، خد يا باشا ده وبارك الله فيما رزق، لان انت هتنزل لتحت هتقول يا ريتني كنت بعت زي ما انا مثلا قلت، او لو طلع لفوق هتقول برضو الحمد لله انا مرضي وتمام. طيب انفذ ده ازاي؟ انفذ ده عن طريق ان انت وانت بتشتري السهم او بعد ما بتشتري السهم حدد لنفسك رينج معين تكسبه من السهم ده، وليكن مثلا انت هتحدد مثلا نسبه 50%. والله انا شاري اسهم ب 1000 جنيه مثلا، خلاص انا اول ما السهم ده او مجموعه الاسهم دي توصل معايا بقيمه 1500 فانا هبيع، لان ال 50% بتاعت ال 1000 جنيه هي 500 جنيه، فانا يا باشا كسبت 50% من اصل راس المال اللي انا دخلت بيه، فانا خلاص هبيع عليها. في واحد تاني ممكن يقول لك لا ده سهم مثلا قوي، ده سهم مثلا لا شديد وبيشتغل كويس جدا، فخلاص انا هخش في السهم ده بنسبه 100%، دخلت ب 1000 جنيه مش هبيعه الا لما يوصل لي ل 2000 جنيه. طيب احدد ازاي السهم ده اوصل معاه 50% ولا السهم ده اوصل معاه 100%؟ هتوصل لنقطه سهله وبسيطه جدا. اولا قوه الشركه السوقيه، يعني تتاكد ان الشركه فعلا شركه قويه، مش شركه ب 100 مليون مثلا، يعني دي ما بتبقاش شركات قويه. اي شركه تعدي ال 500 او 600 مليون دي في نظري بتبقى من الشركات القويه. طبعا الشركات اللي فوق البلايين دي بتبقى طبعا شركات 100% قويه. الحاجه الثانيه بص على الشارت بتاع الشركه، بص على سرعه التداول بتاعه السهم بتاع الشركه خلال شهر و6 شهور، سيبك من اسبوع سيبك من يوم، شوف الشرط بتاع الشهر والشرط بتاع ال6 شهور. والله لقيت ان السهم بيعلى من 6 شهور كان مثلا بربع جنيه، دلوقتي مثلا بقى بجنيه، خلال اسبوع مثلا بقى بجنيه وربع، مش عارف، في ازدياد، في طلوع منطقي وترتيب عادي، قشطه اركب. لقيت ان اقصى حاجه هو كان بيكسبها مثلا خلال شهر او 6 شهور، لقيت اقصى حاجه بيكسبها زياده مثلا 20%، ساعتها القرار ليك انت. مثلا لقيت ان انا ممكن احط 1000 جنيه، فلو جاب لي 20% مثلا يبقى جاب لي 200 جنيه، فانت ودماغك بس شوف هيجيبها لك في قد ايه. ما هو ده المعيار الثاني اللي بنحدد بيه، او المعيار الثالث اللي بنحدد بيه هل السهم ده قوي اخش فيه واحدد فيه نسبه الربح بتاعتي ولا لا. انا شايف مثلا ان السهم ده خلال اخر 6 شهور مثلا زاد بقيمه 40% مثلا، وخلال شهر مثلا كان زاد بقيمه 30%. شوف هل انت هتقدر تخش في السهم ده مثلا عشان تكسب 25% ولا لا. طبعا بتعمل المعادلات الاساسيه
الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عليها، ان انت تبص بقى على قوه الشركه، وتبص على البيع، على معدل البيع على الاي، وتبص على القيمه الشرائيه بتاعته، القيمه السوقيه بتاعته، وتبص برضو على الشارت بتاع ال6 شهور والشهر. دول الاهم في هذه اللقطه. ولو عرفت تجيب المستهدف بتاعه كمان يبقى تمام. اهدى وبالراحه، الموضوع بسيط جدا. تعال ناخد مثال عملي. خلينا ناخد مثلا هنا يا صديقي مثلا السهم بتاع جهينة. انا بصور معاك في رمضان عشان دي بس معلومه هتبقى مفيده جدا او مهمه جدا دلوقتي معانا. فتعالى نعمل الخطوات اللي احنا متعودين عليها بنعملها في اي سهم احنا داخلينه او عايزين نشوف ندخله ولا لا. اولا اخر يوم للتداول او اخر جلسه كان التداول فيها كان اقل سعر جايبه 18 جنيه 95 قرش، واعلى حاجه كان جايبها 19 جنيه 86 قرش، اللي هو فوق بس سعر الاغلاق بتاع اليوم اللي قبل. اي ما يقرب من حوالي جنيه مثلا او 90 قرش هو اللي كان نزلهم وحاول ان هو يطلع تاني. لما نيجي نبص عليه مثلا خلال اسبوع فبيقول لك ان اقل حاجه جابها 19 جنيه وان اعلى حاجه جابها 22 جنيه و30 قرش. اي بمعنى ان انا لو اشتريت ب 19 جنيه دلوقتي او 19 جنيه ونص فده سعر لغايه دلوقتي على اللي احنا شايفينه ده سعر كويس، عشان عندي مدلول بيقول ان هو كان في العالي، هو كان في 22 كان ب 22 جنيه وبينزل، نزل بعد كده ل 20، بعد كده مثلا جاب ال 20 جنيه ونص، جاب ال 20 جنيه ومش عارف ايه، جاب 19. فانت حتى لو اشتريت على 19 ونص فانت لو طلع ل 20 او 21 فانت برضه كسبان معاه. تعالى مثلا نبص عليه خلال الشهر الماضي مثلا ده كله، فبيقول لك اقل قيمه كان جايبها 18 جنيه ونص واعلى قيمه كان جايبها 23 جنيه. بس هنا عندي نقطه ان هو كان في يوم 26 فبراير كان ب 22 جنيه وبينزل بينزل 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 لغايه لما جاب 19 جنيه، وما بين ال 19 وال 20 جنيه، بعد كده طلع تاني لل 23 و 22، بعد كده نزل تاني. ده معناه ان السهم الحدود السعريه اللي بيوصل لها ما بين 22 جنيه ل 23 جنيه. شفناه خلال اسبوع، شفناه خلال شهر، بيوصل ماكسيمم اكتر حاجه بيوصل لها 22 جنيه او 23 جنيه وبينزل لل 19 وال 18 ونص وبيطلع تاني، ما نزلش عن 18 جنيه ونص خلال شهر. لما تيجي تبص عليه مثلا من 6 شهور فبيقول لك اقل حاجه كانت 11 جنيه و60 قرش تقريبا. بس طبعا 6 شهور بيحصل طبعا فيهم يعني تغيرات كتير، في سكر مثلا زاد، اللبن زاد، غيره، فانت فاهم طبعا الانتاجيه كمان بتزيد فالارباح بتزيد، فقصه كده وبتخلي السهم كله يزيد. خلال 6 شهور هو كان صاعد من 11 جنيه، فضل يطلع لغايه لما وصل ل 23 جنيه اعلى حاجه جاب. فانا بالنسبه لي لغايه دلوقتي على تحليل الشارت لا، سهم جهينة على 19 جنيه مثلا و40 قرش تمام يا باشا، تمام زي الفل، اخش فيه قشطه. تعال نكمل بقيه الخطوات بتاعتنا. بننزل عند القيمه السوقيه، بيقول لك والله قيمتنا السوقيه 18 بليون في السوق او القيمه السوقيه بتاعتنا. تعال نتكلم عن البيع على الاي 29 و28 من 100، القيمه كويسه مش قيمه تقلق خالص. عندك مثلا متوسط قيمه التداول خلال ال6 شهور اللي فاتت او ال3 شهور اللي فاتت 14 مليون، هو في الجلسه الاخيره بس كان عامل حركه بيع وشراء 26 مليون. حتى كمان عائد الربح الموزع وربحيه السهم برضو نسب مش وحشه، برضو نسب كويسه. فده لغايه دلوقتي بيقول لي ان السهم ده بالنسبه لي ده تمام، ممكن اخش فيه على 19 جنيه او 19 جنيه و30 قرش. كنت بقول لك ان احنا في رمضان وسهم جهينة طبعا معروف شركه جهينة بتعمل البان وزبادي وهكذا وكذا وكذا، فطبعا في شهر رمضان بتزيد المبيعات اكتر، حتى المناديب اللي بيبقوا في العربيات وفي الشوارع بتزيد عليهم التارجتات اليوميه بتاعه التحصيل بتاعهم او بتاعه التوزيع بتاعهم، عصاير بقى وزبادي والبان وجبن، فاهم انت، قصه كبيره. فبالتالي مبيعات اكتر، فبالتالي ارباح اكتر، فبالتالي الاسهم بتاعه المواد الغذائيه اللي منها جهينة طبعا في رمضان بيبقى فيه نسبه كبيره ان هي تطلع. فده من الحاجات المبشره او من الحاجات الكويسه. انا لغايه دلوقتي عندي 3 ميزه قصاد مفيش ريسك لغايه دلوقتي. الريسك بقى اللي موجود معايا حاليا وهو ان جهينة من الاسهم المشهوره اللي فيها حيتان كتير، فيها ميكرز كتير، فبالتالي دي سنه الخطوره اللي موجوده لغايه دلوقتي في جهينة. فانا شايف ان السعر على الوضع اللي انا شايفه قدامي ده احسن سعر ان انا ادخل فيه جهينة هو 19 جنيه. لو لحقت 19 جنيه لقيته بيطلع لا خلاص اركب، يعني اطلع ل 19 جنيه و30 قرش عادي، هيوصل بيك ل 22، هيوصل بيك ل 23، ده السعر السقف اللي هو بيوصل له. شوف انت بقى، تعالى بقى ده اللي احنا بنتكلم بقى فيه جديد، انت عايز تحقق منه كام؟ هنفترض مع بعض ان انت اشتريت على 19 جنيه في سهم جهينة، وهنفترض ان هو اقصى حاجه هيوصل لها 22 جنيه، يعني انت كسبان فيه 3 جنيه، اي بقيمه السدس تقريبا، يعني سدس المبلغ اللي انت داخل بيه هو اللي انت
كسبت بيه او ده الربح بتاعك اللي انت طلعت بيه. بنعمل حاجه مهمه جدا قبل ما احدد القيمه اللي انا عايز اكسبها في السهم، اروح اعرف المستهدف بتاع السهم ده ايه. لو عرفت اجيب المستهدف بتاعه، فزي ما انت شايف قدامك دخلت كتبت على جوجل مستهدف سهم جهينة تريدنج فيو، ففتح لي القائمه اللي قدامك دي. بتبقى قدامك نظره عامه عن السهم، القوائم الماليه، الاخبار. مثلا لو انت عايز تشوف اخبار على جهينة، اخبار حديثه، اخبار جديده مثلا خلال اخر يومين ولا حاجه، في ناس بتعمل تحليلات فنيه او ماليه. بنخش على التوقعات، فبتلاقي في واحد بيقول لك والله انا متوقع ان السهم هيوصل ل 20 جنيه و30 قرش حسب 2 محللين يقومون بتوقعات الاسهم لمده عام. جهينة اقصى تقدير هيوصل له 22 جنيه و80 قرش، واقل تقدير هيوصل له 17 جنيه و80 قرش. زي ما انت شايف كده قدامك بيقول لك والله اقصى حاجه هيوصل لها 22 جنيه و80 قرش، وان المتوسط اللي ممكن يوصل له 20 جنيه و30 قرش، وان اقل حاجه هيكون واصل لها هتبقى ال 17 جنيه و80 قرش، وان هو الاشتراك الحالي او سعر السهم الحالي اللي هو اللي مكتوب بالازرق 19 جنيه و40 قرش. فده هم اللي بيتوقعوه من دلوقتي خلال عام. خلال عام دي اقصى حاجه هيوصل لها خلال عام، ممكن تبقى خلال الشهر ده، ممكن تبقى الشهر الجاي. فانا تمام جدا، انا هبني بقى النظريه بتاعتي ان انا اشتريت السهم ده على 19، انا هبيع السهم ده على 22، مش هطمع، مش هستنى ان هو يوصل لل 22 80. بخش على الاله الحاسبه الجميله بتاعتي واقول طيب انا شريت 19 جنيه، قول 19 وربع مثلا بالمصاريف لو انت اشتريت كميه يعني واتحطت عليك الضريبه او حاجه زي كده. فبنقول مثلا 22 جنيه ناقص 19 جنيه وربع، يبقى انا كده كسبان في السهم ده 2 جنيه 75 قرش. فانا عايز اطلع بنسبه كام في التوتال؟ هتلاقيها في رينج ال 15%. هل ان انت تكسب 15% من السهم ده مرضيه ليك بالنسبه للسيوله اللي انت هتحطها ولا لا؟ انا هفترض يا عم ان انت هتشتري 100 سهم، هتشتري 100 سهم، 100 في 19 وربع ب 1925 جنيه، صح كده؟ هتبيعهم بكام؟ يا عم هتبيعهم ب 2200 جنيه. يعني انت كسبان 275 جنيه. ال 275 جنيه دي بالنسبه لل 1925 كانت نسبه كام؟ هتلاقيها حوالي ال 15% تقريبا. هل دي نسبة مرضية ليك ان انت تحط 1925 جنيه عشان تكسب 275، ولا انت شايف ان هي لا مش مرضية؟ مع معلومية شيء ان انت ممكن تكسب ال 275 جنيه دي خلال الشهر ده اللي احنا بنصور فيه، خلال شهر مارس، ممكن تكسبهم قبل العيد مثلا في شهر ابريل. فعشان كده بقول لك ايه، ما تطمعش. انت مثلا لقيت ان النسبة دي مرضية، تمام يا باشا، خلاص روح. لو انت شايف ان هي الدنيا تمام، لقيتها ان هي لا مش تمام بالنسبة لك، خلاص ما تروحش. طلع مثلا كلام الناس اللي هم المحللين دول لا مش مظبوط، مش هيوصل ل 22 ده ولا 22 و80 قرش، ده هيضرب ويعدي ال 23 و24. فانت لو لقيته زاد معاك خلاص ما تطمعش، حدد نسبة ربح ليك من هذا السهم. وزي ما اتفقنا ان سهم جهينة هتشتريه ب 19 جنيه وربع، هتبيعه ب 22 جنيه، يعني انت تقريبا عامل حوالي 15%. ده الاقصى، او يعني دي افضل حاجة انت ممكن، او افضل نتيجة ان انت ممكن توصل لها. فهل لو وصلت ل 10% انت هتبقى تمام ولا لا؟ لو انت اشتريت ونفذت وقلت خلاص انا تمام هاخد على ال 15% وانا مرضي جدا بيس قشطه، لو جابت ال 15% انا بقول لك بيع، ما تستناش ان هو يعلى. وخصوصا ان انت عندك بيقول لك ان احنا مش هنعلى اكتر من كده، ده هو بيقول لك ان احنا اخرنا 22 جنيه و80 قرش. ممكن لو عايز تبيع على 2 جنيه 22 جنيه وربع ماشي، 22 جنيه 22 و30 ماشي، 22 ونص بالكثير قوي ماشي، لكن حاول ان انت ما تطمعش بزياده عشان ما تخسرش كل حاجه. هستفاد ايه بقى لما اعمل الخطه دي والاستراتيجيه دي؟ هتستفاد يا سيدي ان انت عارف راسك من رجليك، ده اهم نقطه. ان انا ما بقاش داخل في سهم انا مش عارف هوصل معاه لفين. لازم تبقى عارف انت هتوصل معاه لفين وتحط لنفسك رينج. جبت الرينج اخرج، ما جبتش الرينج وعايز تستنى ساعتها هنتكلم ونتفاوض. لكن جبت الرينج وكمل هو وطلع خلاص بقى، يعني ما تندمش، انت خلاص طلعت بالمكسب اللي انت رصده لنفسك. ما تطمعش بزياده، هتطمع بزياده ممكن تخسر وتزعل. في ناس بقى، بس دي الناس اللي بيبقى معاها اسهم كتير او معاها سيوله كتير، لما بيوصل السهم للقيمه اللي هم عايزينها فبيبيعوا كميه من الاسهم بتاعتها في الشركه دي ويسيبوا كميه ثانيه. يقول لك والله الكميه الثانيه دي
وصلت ل 10% مثلا خلاص هبيع على 10%، بعد ما كسب 15 في الكميه الاولانيه. لو وصل ل 10% خلاص ماشي، كمل ومثلا وصل ل 20% او 25% هبيع على 25%، هبقى في السيف زون. لكن الطريقه دي او الكلام ده ما بيبقاش دايما صح او ما بيبقاش دايما كويس. انا حاولت ابسطها لك على قد ما اقدر والله. استفدت برضو ان انت معاك سيوله. البورصه بتحتاج دايما الشخص اللي بيبقى معاك سيوله كويسه. انت دخلت سهم مثلا اللي هو جهينه، اشتريت مثلا ب 1925 طلعت ب 2250 يا عم مثلا، فانت كده كسبان اهو مبلغ كويس، كسبان حوالي 300 جنيه مثلا. فانت بتخرج وخلاص تمام، انا قشطه، انا كده زي الفل. بتلاقي مثلا فرصه تانية في شركه تانية في سهم تاني وبتخش تشتري فيه تاني. فدايما بيبقى معاك السيوله بتاعتك. يا رب اكون حاولت ان انا ابسط لك الموضوع، ويا رب اكون شرحت الدنيا كويس. وانا كده كده معاكم في الكومنتات، اي حد عنده اي عطل في اي حته انا معاه اجاوبه عليها. شكرا جدا ليكم يا جماعه الناس وصلتوا معايا لغايه هنا. ما تنساش اللايك وسبسكرايب وشير وشارك على قناه الشمال، هتلاقيها في الديسكربشن، وهتلاقي برضه الايميل بتاعي في الديسكربشن، وهتلاقي اللينك الابلكيشن لو سمحت احمله من الديسكربشن. شكرا جدا ليكم، سلام.